السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعود عليكم الأيام بكل خير يا رب. الحمد لله يا رب. احنا عملنا البسكوت، انا عملت البسكوت وطلع اللهم لك الحمد جميل، الحمد لله يا رب. زي ما انتم شايفين كده. بينا بقى يلا نروح نشوف الطريقة. بص انا عملت 4 كيلو من الدقيق، ماشي، عليهم كيلو 750 جرام من السمنة، ماشي. دي سمنة روابي قشطة على سمنة من اللي هي العادية، ماشي. طبعا سيحتهم على النار، بعد كده حطيتهم في التلاجة. عليهم 2 كيلو من السكر البودر، وكوباية دقيق هنحط عليهم النشادر، 3 معالق من النشادر، تمام. ودول 4 كيلو هم من الدقيق، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا معايا 3 تانج، و3 ريحة برتقان، و2 بيكنج باودر، و4 من الفانيليا، تمام. 4 من الفانيليا، ودول 3 من الايه، من ريحة البرتقان. ولو في عندك فانيليا من السايلة بتدي برضو ريحة حلوة، تمام. طبعا السمنة انا بسيحها يا جماعة على النار تسيح خالص، وبعد كده بروح جاي حطها في التلاجة، تمام. تشد وتجمد كده بتدي ريحة وطعم احلى للبسكوت. بتضربي بقى السكر البودر مع السمنة. بصوا انا بصراحة يا جماعة المضرب بتاعي بتاع واحدة بس، فما اتخنقت يعني. فزمان كده كانوا في الافراح بيعملوا بايديهم، طبعا ايدي الحمد لله نظيفة وضوافري مقصوصة والحمد لله يعني كل حاجة تمام. فحاولت ان انا ايه اقعد اعمل مع بايدي لما الحمد لله حسيت من تحت بايدي كده ان ايه السكر داب خالص، تمام. هفضل بقى ايه هحط دلوقتي البيض، تمام. بقول لكم هنا اللي هي سمنه روابي قشطه دي يا جماعه تحفه. معلش يا بنات والله كل شويه تليفون يرن. بس بقول لكم بقى ان دي سمنه روابي قشطه. بتبقى تحفه يا جماعه في البسكوتات والحلويات يعني عامه. فان شاء الله جربوها حلوه قوي. انا حاطه كيلو من السمنه اللي هي الروابي قشطه دي، عليها شويه من السمنه البلدي على سمنه من اللي هي المزارع دي. يعني مخلطاهم، يعني مش كلها سمنة روابي قشطة ولا كلها بلدي ولا كلها مزارع، لا، عاملة لهم كده ايه خلطة. هو كيلو 750 جرام على على ال4 كيلو دقيق، و2 كيلو من السكر البودر عليهم، ماشي. وبقى وكام بيضة؟ 16 بيضة. 16 بيضة، معلش ان انا ما قلتش من بدري خالص يعني. 16 بيضة على ال4 كيلو من الدقيق. اللهم صل على سيدنا محمد. بس كده بقى ايه الحمد لله. بصوا يا جماعة بقى فوم عامل ازاي. ده بقى مطلع البسكوت جميل خالص، هش يعني بصراحة. بس بقى هنا طبعا انا دلوقتي البنات هم اللي بيصوروني على فكرة. البنات هم اللي بيصوروني، فالتصوير هتلاقوه بعافية حبتين 3 كده. بس معلش. حاولت بقى ان انا امسك المضرب عشان البيض وكده. المضرب طب بصوا انت لو خدتوا بالكم هيبقى بسلكة واحدة هي اللي بتلف يعني. فعشان كده هتلاقوا البيض بيقعد شوية على ما يروح يعني. فتنزلي بيضة 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 لحد ما تختفي، تنزلي اختها. بس كده بصي هتفضلي تقلبي تعملي فيها لحد ما ايه تقلبي في الدقيق لا انا محطتش الدقيق، دي الزبدة على على السمنة بس. بصوا حطيت كده البيض كله. بس لونها بقى حلو ازاي، لونه جميل يا جماعة والله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. لا بصراحة حلو. بصوا هو بصراحة يعني انا يعني هو طلع في ناس قالوا لي مسكر حبتين، يعني هو مسكر حبتين، بس انا بحبه كده. انت بقى لو عايزة تقللي من السكر شوية قللي عادي، ما فيش اي مشكلة. بصوا يا جماعة اللبن هنا كان برد، فلازم اللبن يبقى دافي عشان تحطي فيه الايه النشادر، عشان النشادر بتفور. النشادر بتفور، هي هنا ما فرتش علشان خاطر كان اللبن ساقع، فرديته على النار كده شم النار حاجة بسيطة ففارت تاني. فانا حطيت 3 معالق كبار من النشادر على كوباية اللبن، تمام. بس بطبي انتي بقى كانت هي قاعدة قصادي كده الله يبارك لها. بص
كانت مضايقاني يعني ما كانتش بتعمل زي ما انا عايزه. اللهم صل على سيدنا محمد. بس بقى بصوا اخر حاجه كده حطيت كيسين من البيكنج باودر على اخر حاجه في الدقيق يعني، عشان ما يقعدش يخمر مني ولا يرتفع ولا كده. حطيته هو اخر حاجه على اخر شويه من الدقيق. بس بقى بصوا هتحطوا هنا بقى النشادر باللبن، وبرضو ايه، انتي ما بتعجنيش، انتي بس يا دوبك بتلمي العجينه. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله العجينه طالعه عامله ازاي، جميله جميله، وكانت ريحتها يا جماعه تحفه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى بصوا هجيب لكم وانا بعمل بالمكنه. بصوا مريومه هي اللي كانت بتصورني، بنت اختي. ده بقى يا جماعه والله كانت الساعه حوالي 2 بالليل، ما كنتش فاهمه حاجه ولا عارفه انا بعمل ايه. بس بقى بصوا هنا ما شاء الله حلو. بصوا يا جماعه بسكوت المكنه ده مش بيطلع بالمسطره يعني. بس وبيني وبينكم يعني اصلا كانت الدماغ مش رايقه، فالحمد لله يعني طلع زي ما انتم شايفين كده ايه. حلو الحمد لله يا رب. بس هنا ده بصوا بقى اخر حاجه بيبقوا في المكنه عملتهم زي الكوكيز كده، بدل ما يعني يترموا ولا العيال يلعبوا بيه خساره يعني، مفيش حاجه تترمي اليومين دول حرام بس بقى هنا برضو جبت كرتونه وجبت فيها كيسه، وهتحطيها ده يعني ايه تخزنيه فيها بقى كده، ولا يطرى ولا اي حاجه تحصل فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.